جا الحاج بوعزة دا أمينة مشاو لعند الشرطة، داو داك الفيديو العجيب ديال السيدة اللي كانت نقدروا نقولوا عريانة كاملة ومزومين عليها مزيان. المهم مشاو داو داك الفيديو، طبعا عطاوه للشرطة، الشرطة غادي تدخل، الشرطة العلمية وغير علمية، وغادي يفتشوا على المصدر ديال هاد الفيديو منين جا. بقاو كيقلبوا الشرطة على داك الفيديو منين جا، كيقلبوا كيبحثوا ما خلاو كيفاش، يعني ضروري غيكون المصدر ديالو منين دخل المغرب، منين دخل عيطوا على السيدة عطاتهم التليفون، منين جا هاد الجروب، كيفاش تلاح كيفاش. المهم لقاو داك الفيديو تلاح من فرنسا. طبعا غيبداو يتبعوا الخيوط، الخيوط كيفاش هاد الفيديو، كيفاش هاد الشيء وقع، وشنو وصل وكيفاش. المهم بقاو كيقلبوا لقاو هذاك الفيديو مهزوز من شي موقع خايب، موقع ديال قلة الأعراض، موضع ديال ديال داكشي الخايب، الكلام الخايب. المهم قلبوا لقاو صاحب داك الفيديو واحد السيد اللي اسميتو بيدرو، فرنسي. وهاد بيدرو كان يدخل للمغرب بزاف، يعني الشرطة العلمية قدرت تجبد، يعني راه كاينة الشرطة الإلكترونية كتعرف كيفاش تجبد هاد الشي. لقاو هاد السيد من عنده منين خارج هاد الفيديو. المهم قلبوا شافوا هاد السيد سميتهم البلايص فين كان كينزل، الوطيلات فين كان تينزل، عرفوه كينزل فواحد الوطيل. المهم سولوا بعدا المراه، قالوا ليها بغينا نعرفوا انتي هاد الحمام فين كاين اللي كتمشي ليه. قالت لي انا هاد الحمام هاد الفيديو مصور ليا فواحد الحمام. ناضوا مشاو لداك الحمام، دخلوا ليه لقاو الطيابه ولقاو الكسالات ثلاثه، داروا معاهم استجواب. قال لهم ودي حنا ماشي ما يمكنش لينا غادي اي مره دخلت الحمام غنفتشوها، راه كاين اللي كتدخل بالستره ديالها كتقول لك انا محتجبه، ما يمكنش حنا غنحيدوا لها الحوايج ديالها باش نقلبوا اشنو فيها. ما عندناش شي سكانير اللي غادي نقدروا نعرفوا شي وحده واش مدخله التليفون ولا ما مدخلاش، راه ما يمكنش. قدروا الكسالات يقنعوا الشرطه بالله ما عندهم حتى شي علاقه ب... بالفيديو اللي مصور. المهم مشاو خداو الاسماء ديال الكسالات وديال الطيابه اللي مقابل الحمام ومشاو في حالاتهم. المهم تبعوا الامور، مشاو لداك الوطيل اللي كينزل فيه بيدرو. من تما غيديروا تفريغ الكاميرات ديال داك الوطيل اللي كيجي ليه دائما، وغيشوفوا شكون اللي كيقلب على السيد ومع من هذا السيد كيتلاقى. فعلا غادي يعرفوه تلاقى مع واحد السيد اللي لابس جاكيطه زرقاء والسيده لابسه جلابه حمراء. طبعا زوماو مزيان على دوك الناس، غادي يلقاو واحد الطيابه من دوك الطيابات وكسالة ديال الحمام اللي الاسم ديالها سعديه، هي اللي كانت تتلاقى مع داك بيدرو، هي واحد العساس ديال العماره اللي كيوجد فيها الحمام اللي تسجلت فيه امينه مرت الحاج بوعزه اللي دار ليها الفيديو فيه. طبعا مشاو شدوا داك السيد داك العساس، وداك العساس قرب كل شيء، قال لهم انا هاد السيد عرفني عليه واحد السيد اللي كيخدم في داك الوطيل سيكيريتي، هو اللي عرفني على هاد بيدرو. قال لي شوف هاد السيد راه بغاك على شي حوايج وراه غتولي تدخل من وراهم الزباب ديال الفلوس. قالك فعلا هذاك بيدرو صايب كونطرا اللي ولا كيدي فيها داك العساس لفرنسا وكيجي باش كيولي هو كيدي لي شي حوايج من المغرب لفرنسا. قال لي فعلا عطاني مبالغ اللي كانت مغريه، وفعلا هاد السيد ما بقاش يعني كيف ما كان ما فحالوش، واخا باقي عساس ديال العماره باقي ولا كيلبس مزيان ولات عنده الطوموبيل، تزادوا عليه شي حوايج، يعني نقدروا نقولوا هاد السيد تحسن، ما بقاش كيف ما كان. المهم شدوا قر ليهم كلشي، كاع داكشي اللي كان تيدير قر ليهم، قال لهم ها كندير وها كندير وها كندير وها كندير. شكون هي هاد السيده؟ السيده سميتها السعديه، طيابه في الحمام. مشيت عندها اتفقت معاهم، هما ثلاثه الطيابات والسيده اللي كتحضي الحمام. العيالات واش باقي نمشيو للحمام ولا نقولوا بركه؟ والله ما عرفت.
المهم عطاوهم واحد المبالغ، خلاوهم حتى خوا الحمام، خواو الحمامات ما فيهمش بنادم، وغادي يختاروا واحد المكان اللي كنقولوا ليه السخون، يعني كيكون الاول والثاني والثالث داك اللي تيكون فيه السخون. اكثريه العيالات تما فين كيطرفوا راسهم، فين كيتكاو على ظهرهم باش يسخنوا، كيديروا حركات العيالات في داك الصغور غير الحركات الاخرين. المهم تما فين ركبوا الكاميرات، وتما فين تيكون تسجيل يوميا للعيالات عريانات. وطبعا كيتفرغ داكشي، ويا مره كيدي داك الحارس ديال العماره، مره بيدرو كيجي المغرب وكيخلص وكيدي داكشي. وهادشي ماشي دار قريب، هادشي سنوات، وهو هاد الحمام كيتسجلوا فيه العيالات وكيتباعوا للمواقع الاباحيه، يعني البلايص الخايبين تما فين كيتباعوا هاد الفيديوهات. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم تشد هذاك الحارس، قالت لي الشرطه غادي تعيط على صاحبك بيدرو، وغادي تقول ليه باني راه فك واحد الحمام ديال المساجات، ديال المساج، وراه فيه هوتات واعرين، فيه عيالات باقيين صغارين اللي كيجيو ليه. خاصك تجي باش نشريو الطيابات اللي خدامين فيه، باش نديرو صفقات كتر. فعلا داكشي اللي كان. بيدرو مجرد ما سمع هاد الهضره طار وجا للمغرب. وكان في داك الوقت الصور ديال بيدرو والمعلومات فرقوهم في المطارات. مجرد ما دخل بيدرو بالاسم ديالو كيشدوه كيقولوا ليه اجي بغيناك على شي حاجه لداخل في الشرطه اللي كتكون في المطارات. شدوه داوه، بداو معاه في التحقيقات، لبسوه الدبيل جاد ديال الذهب وداوه. طبعا واجهوه بالسعديه، حكا واخا كاينين الطيبات الاخرين، كان هو كيتعامل مع السعديه اللي كانت قاريه مجازه وكانت كساره ديال الحمام حيت ما خدماتش. هذا هو المشكل اللي حنا واقعين فيه. كاين اللي كيخدم كيقرا وما كيخدمش، وتيولي حاقد على الوضعيه وحاقد على بزاف ديال الحوايج. المهم السيده في داك الوقت كانت هي كتعرف الفرنسيه. المهم هو كان كيعرف السعديه وكيعرف داك الحارس او الكونسيرج ديال العماره. صافي من تما داوهم واجهوهم شدوهم، حكموا عليهم ب15 عام ديال الحبس. وطبعا من بعد الشرطه الفرنسيه طالبات ببيدرو باش ينتقل لفرنسا ويكمل الوقت ديال الحكم ديالو في فرنسا. وطبعا السعديه والكونسياج حتى هما تحاكموا هنا. وهادشي كله اللي حكيناه لكم غير باش تردوا البال، ردوا البال فاش تدخلوا الحمامات، ما تبقاوش العيالات تعراو. وهاد الحمام راه الا جيتي تحقي كاع ما نبقاوش نمشيو ليه حسن. والله ما عرفت، انا براسي كنمشي ليه وما عرفتش نبقاو نمشيو ولا ما نمشيوش. غادي تحيدي عوسخك وبنادم تيقول نمشي نكمد عظامي، تتولي تصيبي راسك كيلوحوا في الجروبات وعريانه ومصيبه. والمشكل اللي وقع وهو الحاج بوعزه من ورا داك الفيديو مرض نفساني. تصوروا معايا ما بقاش كيقدر يقرب عند مراته، ما بقاش كيقدر يقيس مراته. مرض نفسانيا. ورا اي واحد انا في بلاصتو غادي نعذرو، يعني اي واحد في بلاصتو غادي يمرض. السيد مرض ما بقاش يقدر يقيس مراته، ولا تيقول لي عافاك ما تنعسيش حدايا، نعسي بوحدك، جاتني عيب نطلقك واخا انت مالك حتى شي ذنب، ولكن انا عافاك ما تنعسيش حدايا. السيد مرض ما بقاش قادر ينعس حتى حدا مراته. السيد جاتو فوبيا من الزوجه ديالو، ولا عايش مأزم، ما بقاش كيمشي حتى للمحلات ديالو، ما بقاش كيدير بزاف ديال الحوايج. ولادها براسهم مرضوا، ولاد امينه مرضوا، بناتها مرضوا، عائلتها. يعني داك الفيديو اللي تسرب وتلاح ليها العائله كلها مرضت، العائله كلها ولات كتحس باكتئاب، حيت راه ماشي ساهل. وبالخصوص الناس اللي كيكونوا متقي الله وكيكونوا يخافوا الله، راه ماشي ساهل عليك تشوف امك شافها بزاف ديال البشر عريانه، صعيبه.
الراجل يعرف مرته شافوها بزاف ديال الناس عريانة، راه حتى هي ماشي ساهلة، راه يعني صعيبة بزاف. والعبرة من هاد القصة والرسالة من هاد القصة، ردوا البال. وهاد الحكم اللي خداو هاد الناس اللي كانوا مقابلين هاد الحمام، بعد هاد الحمام تسد سكر، ما عمرو باقي يتفك، حيت مولاه كان عليه راقب. وهذه رسالة لمال الحمامات، راقبوا الحمامات ديالكم، شوفوا هما شنو كيوقع فيهم، ما تخدموش اي حد في الحمامات ديالكم الا ما كانش ثقة. هو هاد السيد راه قالك كان هاز كريدي على هاد الحمام، ولكن الحمام دابا تشم عليه، عمرو غيتفتح. خوتي خواتاتي، خليت لكم الراحة، ليلة سعيدة. ما تنسوش الليلة راه من المغرب حتى الفجر تقدروا تطلبوا اي حاجة بغيتوها في الدنيا. الإسراء والمعراج الليلة هذه أحسن ليلة، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ركب على البراق، مشى من مكة حتى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى طلع للسماء السابعة، وشاف فيها بزاف ديال الأشياء اللي تعاودت لينا في السنة، وتعاودت لينا في بزاف ديال الحوايج. يعني كيفاش الرسول عليه الصلاة والسلام بقى كيطلب باش الله سبحانه وتعالى يدير لنا الصلاة، دار لنا 50 صلاة. وعقب رجع لعندو، جا لعند سيدنا عيسى عليه السلام وقال ليه رجع امتك ما غتقدرش عليها، وعاود رجع وطلب عاوتاني وقال ليه ما غاديش تقدر عليها، وعاود رجع وعاود رجع حتى خلوها لينا 5 ديال الصلوات. تصوروا معايا كون كانت 50 صلاة كنا غنقدروا نديروها؟ راه الناس كاين اللي 5 ديال الصلوات وكتجيه ثقيله ما كيقدرش يصليها. باش تعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام شحال كان رحيم بينا، وباقي رحيم بينا. ونهار بغى يموت بكى علينا، وصانا، وصى الرجال على النساء، وصى كيبغينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كيبغي العيالات وكيبغي الأمة ديالو، وقال لهم فكونوا رحيمين بالقارورات. سمانا قارورة زجاجة، سمانا بالقارورة، حافظوا على القارورات. ولكن فين هما هاد الرجال اللي غيحافظوا على القارورات؟ قلالين للاسف، بقاو غير ذكوره. ولكن راه ماشي كنقول كلشي ذكوره، لا، كاينين الرجال الحمد لله، كاينين الرجال ديال بصح، ولكن كاينين حتى الذكوره ديال البيبي حتى هما موجودين، اللي ولاو بغاو هما ينعسوا والعيالات يخدموا عليهم، بغاو العيالات يعاونوهم على الزمان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بغينا الرجل، بغينا ديك الرجوله اللي كانت في والدينا ما بقاتش للاسف، ولكن باقا بعض الرجال. كي كتصيبي غير صغير راجل، كتصيبيه راجل الا بانت لك الكرش وبانوك الكتاف تقولي هنا نبات، ولكن راه ما كاين والو، منفوخ على الخوا. خوتي خواتاتي، خليتكم في رعايه الله. ما تنساوش اسراء والمعراج الليله، ما تنساوش تصليو على النبي، طلبوا داكشي اللي كتمناو في الدنيا. الله يعطينا ويعطيكم داكشي اللي بغيتو وعافاكم. بغيت نطلب منكم واحد الطلب، طلبوا معايا ايوب ربي يشافيه في هاد الليله. خوتي خواتاتي، خليتكم في رعايه الله. قبل ما نبدا في القصه، اليوم الاسراء والمعراج، يعني الله سبحانه وتعالى دار فيه خير كتير للرسول عليه الصلاه والسلام، اسرى به من الارض للسماء. يعني كثروا من الصلاه على النبي في هاد الليله، قد ما قدرتوا تكثروا على الصلاه على النبي. وتنطلب الله سبحانه وتعالى يفرج على الامه الاسلاميه اجمعين. كنطلب الله يفرج على الامه الاسلاميه اجمعين، ويرد بها ردا جميلا، يزوج بنياتنا، ويخدم وليداتنا، ويحقق لكل انسان وانسانه داكشي اللي كيتمنى في قلبه. ما تبخلوش على راسكم بهذا الاجر الكبير اللي كاين في هذه الليله. صليوا على النبي، صليوا على الحبيب ديالنا، الشافع ديالنا، اللي من اجلنا شحال من مره بقى كيطلب في الله سبحانه وتعالى في هذه الليله ديال الاسراء والمعراج باش يقصر لنا الصلاه ديالنا. كانت خرجت في الاول 50 وبقى حتى خلاها 5 الصلوات في النهار. يعني استحق منا الصلاه عليه، راه ماشي كتنفعو هو، كتنفعنا حنا. صليوا على النبي. غنفراني ونرجعوا بالماضي. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، واللي ما عندوش بدايه ما عندوش نهايه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقدم تحية كبيرة للجالية المغربية في كل مكان، خوتنا المغاربة من طنجة لقويرة وخوتنا العرب والمسلمين في كل مكان. غنقولوا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القصة ديال اليوم قصة واحد السيدة اللي الزوج ديالها ذهيبي، اسميتو الحاج بوعزة، راجل اللي معروف في مدينته، معروف في مدينة فاس. طبعا راه المدن والاسماء كتكون مستعارة. هاد السيدة اللي الزوج ديالها ذهيبي الاسم ديالها امينة. امينة جالسة ما عليها ما بها، ما مالها حتى شي حاجة، حتى كتجي عندها بنت خالتها كتصوني بواحد الطريقة هيستيريا. خرجت حلت عليها الباب، قالت لها مالك؟ قالت لها صاحبتي واش انت شايفه اشنو واقع ولا ما شايفاش؟ قالت لها شنو؟ قالت ليها راه جاني واحد الفيديو بالصدفه، راكي عريانه كيف ما ولداتك امك وواضحه بالملامح ديالك، داكشي اللي درتي في الحمام كامل راكي مليوحه بيه. قالت لها انت اشنو هاد الهضره كتقولي؟ قالت لها اجي وشوفي. فعلا السيده ملي شافت الفيديو تصدمات. السيده راه كيف ما ولدات امها. شنو واقع؟ قالت لي هادشي. قالت لي منين جاك هاد الفيديو؟ قالت لي هاد الفيديو جاني بالصدفه. حنا في واحد الجروب اللي فيه اكثر من 300 واحد، يعني واحد عيالات دايرين الجروب مع بعضياتهم، كاين من اسبانيا، من فرنسا، من بلجيكا، من المغرب، من كل مكان مجموعين في داك الجروب كيضحكوا مع. كاينين العيالات اللي كيديروا هاد الجروبات كيكونوا يضحكوا مع بعضياتهم، كيكونوا دايرين قانون. انا كنت من مؤسسين واحد الجروب، ولكن كنا دايرين فيه حفظ القرآن. كل نهار تعرض الاخت من الاخوات، يعني دايرين مفرقينهم، كل نهار كيعرضوا 10 ديال العيالات بحال هكا واحد الايه ولا فين وصلنا في الحفظ ديال القرآن. يعني كاين اللي كيدير جروب ديال الطبخ كله، وكيكونوا هاد الانواع ديال الجروب. ما اني انا الصراحه كتوقع في المشاكل، انا من الناس اللي ما كتنصحش بهاد الجروبات. كاين دوك النماري ديال بالخصوص مرة كتكون مزوجه، النماري ديالها كيدرعوا، يقدر اي حد يدخل عندها لديك النمره ويهضر معاها فيها. المهم ماشي هذا هو موضوعنا. قالت لي راه هاد الفيديو ديالك اختي راه تلاح في جروب اللي فيه 300 ديال الناس. السيده هزت التليفون عيطت على راجلها، الو جي لعندي دابا راني راه واقعه مصيبه. خزناتاش على راجلها. فعلا جا الزوج ديالها كيطير. قال لها شنو؟ قالت لي شوف شنو. قال له ولكن قالت ليه انت هاد البلاصه راه حمام كنمشي ليه، حمام مغربي انا كنمشي ليه كل سيمانه، كنمشي نهار الجمعه. السيده مشدودين عيالات حداها، ولكن هي مزومين عليها مزيان، هي السيده زوينه مزومين عليها مزيان، وهي نقدروا نقولوا دارت واحد الخطا ديال ما كانش لابسه سليب ديالها، يعني كانت مشدوده في واحد الوضع اللي شويه كان محرج، وطرفت راسها وكل شي دارته بطريقه نقدروا نقولوا بحال اللي عريانه. المهم المشكل ما وقفش عند هنا. السيده كما قلت لكم الفيديو تلاح في جروب، وعلم الله داك الفيديو فين مليوح في بلايص اخرين. راجلها خداو داك الفيديو مشاو عند الشرطه ديك الساعه،